بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، يا مساء الهنا يا مساء السعادة على قلوبكم، إزيكم عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيت كده أعمل معاكم وصفة سهلة وبسيطة عاملاها في المساء كده ببسكوت المدرسة، كان عندي كمية بسكوت المدرسة فقُلت أمّا أعمل تحلية سهلة وبسيطة كده. هنا طبعًا المقادير زي ما أنتم شايفين اللبن. كده هابدأ أحُط في كزرولة أول حاجة أحُط كوباية لبن، دي عندي كوباية كبيرة واخدة منّي كوبايتين ونُص، يبقى هنا كده معايا كوبايتين ونُص من الحليب، هابدأ أنزل بمقلعتين الكاكاو، دي جبنات كاكاو خام، طبعًا لو عندِك بقى من الحلو ممكن تحُطّي اللي هو كاكاو دريم، كده أنا حطيت مقلعتين دقيق عشان يربط معايا، بس طبعًا مش عايزة الخليط تقيل، دلوقتي هنعمله مع بعض ونشوفه مع بعض بالشكل ده كده دلوقتي. طبعًا هنا هاحُط فنجان سُكّر مش هامليه أوي علشان البسكوت طبعًا مسكّر. هابدأ أنزل بمقلعة السمنة، ما حبيتش أكتّر سمنة، ممكن لو عندِك زبدة حُطّي مكعب زبدة، هاقلّب كده كل ده على البارد الأول كده خالص، وهابدأ بقى أجيب المضرب وأرفعه على النار، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعّلوا زر الجرس، وأنا مبسوطة جدًا بحبايبي اللي نوّروني وشرّفوني، ربنا يوفقكم ويوفقني يا رب العالمين، وأنا مبسوطة بيكم جدًا والكومنتات العسل اللي أنتم بتكتبوها لي، ما اتحرمش منكم أبدًا. كده الخليط بدأ يقلب معايا، قعدت أقلّب فيه كده بالمضرب بالشكل ده كده. طبعًا الخفيف ده بيبقى سايل سايل خالص يا بنات مش تقيل ولا خفيف أوي، طبعًا هو قِلِب معايا هابدأ أسيبه بقى لمّا يبرد عشان أبدأ أحطه على البسكوت، طبعًا ما احطوش على البسكوت وهو سخن، عشان لو حطيته على البسكوت وهو سخن البسكوت هيبوش منّي ويطرى، لأ أنا عايزاه يبقى طعمه حلو كده، هابدأ أنزل كده بكمية، كمية لغاية لمّا أقلب البسكوت خالص، ما يبقاش كتير عايزاه يبقى متماسك كده مع بعضه، وأقول لكم دلوقتي ليه، هابدأ أنزّل كمان كمية وأقلّب، وأوريكم شكله بعد ما قلّبته. يا ريت تعملوا له لايك يا بنات وتدعموني. هابدأ أنزل بكمية كمان وأقلّبه، طبعًا أنا فاض منّي كمية، حبّيت أعمل بقى صوص الشوكولاتة الاقتصادي، هاحطّه على الوش في الآخر، كده أنا قلّبته بالشكل ده كده، طبعًا ما أكتّرش عن كده، ما أقومش حاطّة الكمية كلّها لأ، على قد ما البسكوت ياخد منّي بس، يالّا لايك، لايك، لايك ظهر أهو يشجّعكم وتشجّعوني، تعملوا له لايك كده وتشجّعوني يا حبايب قلبي. طبعًا أنا عندي هنا كده القالب ده بتاع الكيكة، حطّيت فيه كيس من بتاع التلاجة قصّيته وفتحته في القالب بالشكل ده كده، عشان أعملها على شكل ر رول كده مضبوط يا بنات؟ أبدأ ألفّها بالشكل ده كده في الكيس على الشكل ده كده وأساويها وأضبّطها خالص، طبعًا لو أنتِ مستعجلة عليها تحطّها في الفريزر، لو مش مستعجلة عليها حطّها في التلاجة عادي لغاية لمّا تتماسك وتبقى كويسة معاكِ، كده أنا لفّيتها بالضبط كده على الشكل الرول ده، هابدأ بقى أدخّلها الفريزر، طبعًا دي بعد ما قعدتها 3 ساعات في الفريزر يا بنات بقت بالشكل ده كده. فكيتها من الكيس أهي، متماسكة جدًا وجميلة، هابدأ أحُش الكيس بقى وأنزل عليها بصوص الشوكولاتة الاقتصادي اللي أنا عاملاه بالشكل ده كده، هاغطّيها خالص بالصوص كلّه، طبعًا بقى لو عندِك مكسرات حُطّي، شوكولاتة مبشورة حُطّي، بيضة أو لون الشوكولاتة تحُطّي عادي زي ما أنتِ عايزة بقى، طبعًا أنا حطيت المتوفّر عندي، بس عايزة أقول لكم يا بنات إنها كانت جميلة جدًا وكان طعمها حلو وخفيفة، طبعًا بقى تاخدي مكعب من ده مع كوباية شاي كده حاجة آخر جنان. طبعًا تجيبي السكينة بقى وتكون حامية، أنا جايبة سكينة التورتة دي، بدأت أقطّع بيها بالشكل ده كده يا بنات، ويا ريت تكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت تشجعوني وتقولوا رأيكم فيها إيه، وصفة سهلة وبسيطة خالص وأحلى تحلية سريعة، بقت بالشكل ده كده، كانت جميلة جدًا يا بنات، طبعًا هي عملت معايا كمية كمان شوية بس أنا مصورة لكم بس الشكل النهائي ده كده بتاعها، شايفين بقى شكل البسكوت فيها حلو إزاي، كانت جميلة جدًا ودودو فرحت بيها وكانت حلوة أوي، أوي، بالشكل كده، يالّا يا ريت تعملوا لي بقى لايك. شكلها حبيت أصورها لكم من بعيد شوية، يا ريت تعجبكم وتجربوها يا حبايب قلبي،
وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.